السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. عاملين ايه يا حباب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. عاملين ايه؟ اسفة طبعا ان انا بتأخر عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس والله يعني انا كنت الفترة اللي فاتت بمر كده بحالة نفسية مش حلوة خالص، يعني مش بحب اطلع لكم واديكم طاقة سلبية، بحب طبعا اطلع لكم واديكم طاقة ايجابية كده. فان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يا رب يشفيني ويشفي مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وبشكر كل واحد وكل واحدة دخلت لي وسألت عني. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ولا يحرمني منكم ابدا. عايزاكم بقى تقفوا جنبي، انتوا عارفين ان انا بقالي اكتر من شهرين ما صورتش. عايزاكم بقى يا حبايب قلبي تقفوا جنبي كده وترفعوا الفيديو ده علشان خاطر القناة ترجع زي الاول واحسن شوية. وان شاء الله انا مش هكبر غير بيكم، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويصلح حالكم واحوالنا واحوال المسلمين. ان شاء الله كده يا حلوين، قبل ما نبدأ اي حاجة نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بتعملي يا ام ندى النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي؟ روتين كده خفيف بس. يعني عايزه اوريكم شكل الشقه بتاعتي بعد ما غيرت فيها. طبعا انا غيرت فيها حاجات كتير، كان المفروض اصور لكم واعرفكم هعمل ايه، بس والله ما كنت بقدر افتح الكاميرا حتى ولا اصور ولا اي حاجة خالص، ما فيش طاقة ما فيش اي حاجة. بس انا بحب اطلع لكم واديكم طاقة ايه ايجابية كده. بصوا بقى يا حلوين، معلش انا ايه متلخبطه شويه. بصوا بقى يا حلوين، زي ما انتوا شايفين كده الصاله بتاعتي كان فيها ايه المجلس الارضي، القعده اللي هي العربي اللي هي بتاعت الارياف زي ما انتوا عارفين. الناس اللي متابعاني من زمان عارفه الشقه بتاعتي كان شكلها عامل ازاي. فقلت ايه، حسيت ان الشقه كده بدات تضيق علينا. فقلت لا، وانا ليه انا بدل ما انا حاطه الانتريه كل كرسي في اوضه، لا انا اجمعه في مكان واحد ويكون شكله حلو كده. ان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يا رب يفرجها علينا يا رب وعليكم وعلى المسلمين اجمعين. ان شاء الله ايه اجيب كسوة حلوة كده للانتريه، تدي لون حلو مع مع الفرشة، يعني مع الستارة مع السجادة وكده. فانا قلت بقى ايه هحط عليها المفارش دي مؤقتا لحد لما اجيب لها ان شاء الله كفر يكون حلو كده ولونه جميل يليق مع الايه مع السجادة ومع الستارة. اول حاجة زي ما انتوا شايفين حطيت الانتريه كله جمعته في الصالة. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو اوضه الاطفال طبعا كانت مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. هسيب لكم الرابط بتاع الجوله في شقتي في صندوق الوصف عشان تعرفوا شكلها كان عامل ازاي الاول. بصوا يا حبايب قلبي، الاوضه دي كان فيها يعني سرير ومكتب وكنب اللي هو بتاع الانتريه. فكان لونها وحش خالص، يعني انا خليت الحيط بتاعها كان لونه سمني. بصوا لون الحيط عاد عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. انا اللي دهنتها بنفسي والله، بس هي حلوة وجميلة وعجبتني. طلعت معايا اللون ده ولا هو رصاصي ولا هو بنفسجي، مش عارفة هو لونه ايه. بس التغيير حلو، عايزة اقول لكم يعني البنات حسوا بفرحة كده جميلة. والأوضة ما شاء الله، النيش ده يا حبايبي كان عند ماما. ده النيش ده بتاعي، النيش ده بتاعي بتاع الفرح. فانا قلت ايه استغله كده واحطه للبنات. انتوا عارفين ان البنات كل ما تكبر كل ما حاجاتها بتكتر. فانا قلت ايه بقى اجمع فيه كل الحاجات الحلوة بتاعتهم، هدومهم شنطهم الحاجات الخاصة بيهم، انتوا طبعا فاهمين. فطبعا حطيت السريرين بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وحطيت
النيش عملته زي نظام دولاب يعني كده، وحطيت له كل واحدة كومودينو، وبقى شكل الأوضة جميل وتحفة بصراحة، يعني ايه تحس كده براحة نفسية في الأوضة. وطبعا الأوضة التانية حطيت فيها الفريزر، لأن بصراحة الفريزر بتاعي يا حبيبي كان باظ خالص. وجبت واحد قال لي لازم يا منى تطلعيه من المطبخ، لازم يطلع من المطبخ. فقلت خسارة ان الفريزر بتاعي يبوظ وكده، فقلت لازم ان انا اعمل نظام كده في دماغي علشان خاطر اوفر مكان للفريزر بره المطبخ. وبصراحة يا الحمد لله ربنا قدرني وفكرت، وقررت ان انا احطه في الاوضة اللي انتوا شفتوها اللي هي فيها البلكونة. وحطيت السرير اللي هو الحديد ده طلعته وحطيته، قلت لمحمد ينام عليه، وتبقى الاوضة التانية بتاعت البنات. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي 3 بنات، ربنا يخليهم يا رب ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويخليه لي ابني ويبارك لي فيه ويهديه، اللهم امين يا رب العالمين. ويخلي لكم اولادكم ويحفظهم من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى يا حبايبي، وبرضو الأوضة بتاعتي دي غيرت فيها كتير، وحطيت المجلس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عملته أكنه كنبة، فاهمين؟ والله شكله حلو. التغيير حلو برضو. فانتوا قولوا له ايه رأيكم؟ عجبكم التغيير اللي انا عملته ولا ايه؟ ان شاء الله لما تشوفوا شكل الشقة قبل وبعد هتحسوا ان هي بقت جميلة وزي العسل. زي ما انتوا شايفين برضو عملت تغيير في المطبخ، ان شاء الله هتشوفوا في اخر الفيديو. هعمل لكم جولة في المطبخ بتاعي وهتشوفوا شكله عامل ازاي. انا بعد ما بروق البيت، بصوا يا حبايبي، انا قمت من النوم كده قلت اروق البيت، انا كنت في اليوم ده صاحيه بدري، وقلت ايه اروق بقى البيت، وكان البنات بدأوا دروس زي ما انتوا عارفين. فقلت ابدأ بقى بايه بالنظافه كده بتاعه البيت. وبعد كده كان عندي مواعين مبيته من امبارح، بصراحه ما كانش في صابون نغسلهم، يعني كان جيت ندى تغسلهم، قالت يا ماما ما فيش صابون، قلت عادي ايه خليهم كده كده ايه هيقعوا ايه، انا اللي هعملهم يعني. يعني هي ايه هتنفت بجلدها مش هتغسل المواعين. فجبت صابون وقلت اغسله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انتوا عارفين طبعا الأمة البدرية منسية. بصراحة في اليوم ده أنجزت حاجات كتير جدا. قمت وحسيت ان انا نشيطة وعايزة اعمل حاجات كتير في خارج الكاميرا. عملت اكتر من كده بكتير، بس انا قلت علشان الفيديو ما يطولش عليكم، حبيت ان انا اعرفكم يعني ايه الحاجات اللي كل ست بيت وكل ام مصرية بتعملها كل يوم. طبعا يا حبايب قلبي ما تنسوش الدعاء الجميل بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الدعاء ده جميل جدا، عايزاكوا يعني يكون هو نمبر 1 في حياتكم. كل ما تدخلوا تعملوا أي شغل، يعني أي شغل بيت أي حاجة، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، هتلاقوا كل حاجة بتعدي في ثواني. يعني ان شاء الله كله بيعدي كده بسرعة البرق. بعد كده اللحظة الحلوة اللي كل ست بيت بتتمناها، اللي هي تغسل الحوض، اللي هو المواعين تكون خلاص اتبخرت. زي ما انتوا شايفين بحب الخطوة دي جدا. بعد كده عربية البصل عدت، قلت لمحمد ينزل يجيب لنا بصل. فجاب لنا ايه، قلت اجيب ب50، بحب ان انا اجيب البصل يعني صبح فريش كل شوية، يعني علشان خاطر انا لما بجيبه يا حبايبي واركنه، هو انا اللي كنت مخزناه خلص. فانا لما بجيبه الجو حر فوق، وبحس ان البصلايه بتتسلق كده، بتكون ايه معجنه. فقلت لا انا هجيب كل ما العربيه تعدي اجيب على قد اللي احتياجاتي يعني وكده. بس كده نضفته كويس وحطيته في التربو. وبعد كده ايه قلت انضف بقى ايه البوتاجاز، كان عليه شويه حاجات بسيطه كده وقلت اشيلها. العين اللي في النص دي يا حبايبي باظت، عايزه اعملها برضو واجيب لها واحده جديده ان شاء الله. وعايزه اعمل للعيون دي برضو نظافه كده ان شاء الله، اعملها معاكم باذن الله. بعد لما نضفت المطبخ، جوزي بقى كان دابح في اليوم ده، ربنا يا رب يبارك لنا فيه ويدي الصحه والعافيه، بعتلي الكوارع انضفها. الكوارع دي حبايبي انا بنضفها مرة في الاسبوع، كنت الاول بنضفها مرتين او 3 في الاسبوع على حسب ما بنذبح يعني. بس انتوا عارفين ان اللحمة بقت غالية، والناس ربنا اعلم بيها، ربنا يا رب يرزق كل الناس، وربنا يهونها علينا. الفترة دي بصراحة يعني الاسعار بقت نار 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 نار. ربنا الله المستعان يعني.
بتعملي ايه يا منى في الكوارع؟ ناس بيقولوا انت بتنضفيها ازاي. بصوا يا حبايبي، الميه ولا تكون سخنه قوي ولا تكون بارده، يعني تكون كده منمله، بتكون يعني ايه، ايدك تستحملها. بتحط الكارع لمده 3 دقايق 5 دقايق، انت بتختبريه. بتشيلي شعرايه كده من الجنب، ان طلعت معاكي بكل سهوله زي ما انا وريتك كده، بتلاقيها ما شاء الله زي السكينه في الحلاوه، زي ما انتوا شايفين كده بتخرج بكل سهوله. بس كده يا حبايبي بنضفها وبظبطها كده. انتوا عارفين طبعا ان احنا فاتحين محل جزارة يعني وكده، فلازم الحاجة تروح للناس نظيفة، علشان العين يا حبايبي بتاكل قبل البق. فانا من الناس اللي بحب ان انا اخلي الكوارع بتاعت اللي انا بنضفها يعني ما فيهاش ولا شعراية، علشان خاطر الناس بتقرف. وانتوا عارفين وانتوا عارفين طبعا لو الواحد شاف شعر او اي حاجة من الحاجات دي بيقرف ياكلها. فانا علشان خاطر اللي هياكلها يدعي لي دعوة حلوة كده. فبحب اعمل الحاجة يعني بنية صافية وبضمير، علشان تطلع معايا بنفس الشكل اللي انت هتشوفوه في اخر الفيديو. بس كده بنضفها. شفتوا انا بنضفها ما بكملش يعني نص ساعة، بكون شايلة كل الشعر اللي فيها وبظبطها وبخليها زي الفل وزي العسل. نضفت الاربع كوارع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي. بعد كده بعمل فيهم ايه، بروح جايه احطهم تحت الحنفية وانضفهم واظبطهم، يعني احاول ان انا انزل كل الشعر اللي ايه الموجود فيهم. بعد كده بشتغل ايه، حلاق. اه والله زي ما بقول لكم كده، بجيب اللي ايه عند المكنه دي. بقالها حوالي 3 4 سنين كده من يوم ما جوزي فتح المحل ده. جبتها وقلت ايه لازم اعمل الحركه دي بعد كل تنظيف الكوارع من الشعر. ليه بقى؟ بتنعمها وبتخليها بصوا قشطه، فله منوره كده، شمعه منوره. في ناس بتتريق عليا، بس عايزه اقول لكم يا حبايبي والله العظيم والله العظيم هي بصراحه جميله جدا. عارفه، ولا شعرايه ولا فتفوته بتسيبها في الكارع. تيجي تمسكي الكارع كده بيكون املس وجميل وناعم وزي الفل. بعد كده يا حبايبي بجيب البستله كده بفضيها من الميه اللي كانت موجوده فيها، بحط الاربع كارع كده بالشكل ده على يعني ايه، الميه يا دوب هتكون واصله الحوافي بتاعه الكارع، يا دوب 5 دقايق كده. وبعد كده ايه بتروحي بأي حاجة تكون تقيلة عندك وتبداي تخرجي ايه الحوافي بتاعة الكارع. بتطلع معاكي بكل سهولة. بيكون بقى موجود تحتها حاجات كده مش مستحبة، فانت بأي سكينة تكون عندك حامية شوية، وتبداي ان انت تشيلي الحاجات اللي موجودة فيها. بس كده هي طريقتها يا حبايبي سهلة وبسيطة. عايزة اقول لكم انا ما كنتش بعرف انضفها خالص، بس مرة في مرة اتعودت. وكل مرة يعني بيظهر لك حاجة جديدة. فعايزة اقول لك يعني التكرار بعلم الايه الشطار. وانا اتعلمت الحمد لله رب العالمين. وبألف هنا وشفا اللي هتكون من نصيبه. بعد كده يا حبايبي كان عندي اكل جاهز، سخنته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان عندي بامية وكان عندي لحمة وعملت فتة العيش الملدن وكان عندي شوية رز برضو سخنتهم بألف هنا وشفا. تعالوا بقى شوفوا المطبخ بعد التغيير. فاكرين المكتبة دي يا حبايبي؟ كنت حطاها قصاد المطبخ، كنت حاطة برضو فيها حاجات وكده. برضو شلتها ونزلت التلاجة من مكانها. برضو الراجل قال لي لازم تنزلي التلاجة من المكان ده علشان خاطر تعرف ايه تسقع الحاجة كويس. بس كده عملت زي ما انتوا شايفين، حطيت بصراحة لميت لي حاجات كتير كتير جدا في المطبخ. والمطبخ شكله بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل الهادي السيمبل ده. بجد عجبني المنظر، يعني بجد تحفة. بعد كده دماغي صدعت، قلت اعمل لي فنجان ايه قهوة. القهوة دي يا حبايبي قهوة بالبندق، طعمها جميل وحبيتها بصراحة. فقلت اعمل لي فنجان كده واريح نفسي واريح اعصابي. بعد كده خلاص الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى لو عجبكم لايك وشير بقى وسبسكرايب للفيديو الجميل ده، ودعوة حلوة كده من قلبكم. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.